ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي ده حياتي وده شغلي. هنعمل معاكم الفستق الكداب بطريقه سهله وبسيطه ومش هتكلفنا كتير. هنجيب معانا 150 جرام من السوداني نص تحميصه ب20 جنيه، ومعانا لون اخضر طعام، ومعانا هناخد معلقتين ميه بس. يلا بينا ونشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هنجيب السوداني بتاعنا، هنحطه في طبق غويط، وهننزل عليه بنقطتين من اللون الاخضر. نقطتين من اللون الاخضر دول بالظبط كده، نقطتين، وهننزل عليهم بمعلقتين من الميه. ادي معلقه وادي معلقه التانية. هنقلب كويس اللون مع الميه مع السوداني لحد ما يجتذب اللون. احتاجنا لون تاني نزود، هنحط نقطتين تاني ونقلب كده. خلاص قلبناها كويس وخدت من اللون، بس احنا هنسيبها لمدة 10 دقايق متغطية زي منقوعة كده شوية لحد ما تشرب من اللون كويس. هنغطيها بالطبق بتاعنا لمدة 10 دقايق. بصوا حبايبي شرب اللون ازاي، شرب اللون بالشكل ده كده. بصوا مفيش ميه، ازاي ميه بسيطة خالص، يعني مفيش ميه زي ما كنا شايفينها في الاول. بصوا شايفين؟ هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا. بصوا في الطاسة بتاعتنا كده، وهنحطه على نار هادية خالص ونقلب بالراحة. نار هادية بالشكل ده كده، زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده. هنحطه بقى ونقلب بالراحه. هنفضل مستمرين في التقليب، يعني نقلب كتير. نفضل نستمر في القلب لحد ما الدنيا تنشف معانا واللون يمسك في السوداني بتاعنا. عايزه اوريكم خطوه بخطوه كده. بصوا نستمر، ما نبطلش تقليب. شايفين بالشكل ده كده اهو؟ بنفضل بقى مستمرين بالتقليب ما نوقفش. انا عايزه اوريكم خطوه بخطوه عشان محدش يقول لا انت ما اتظبطش معانا. لا ده كده، لا الدنيا كده تمام وزي الفل قوي. مش هنحرم ولادنا من حاجه. بصوا خلصت معانا بالشكل ده كده. هنخش بقى على الخطوه اللي بعدها. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وننزل بيها بالسوداني بتاعنا عشان نطحنه. بقى معانا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. بصوا اهو بالشكل ده كده. بصوا شايفين يا حبايبي بالشكل ده كده. اما خلص بالشكل ده كده، نزين بيه بدي فور، نحطه على بسبوسه، نحطه على كنافه، على اي نوع من انواع الحلويات. عايزه اقول لكم هيعجبكم جدا جدا وموفر جدا جدا. يعني 20 جنيه سوداني مش قصه، 30 جنيه سوداني مش قصه، وعلبه لون ب10 جنيه. يعني احنا كل القصه كلها كلفتنا 30 جنيه. يعني حاجه كويسه ومعموله في البيت ومضمونه. واللي مش مقدرته يجيب الفستق ده، الفستق الكداب بتاعنا. ما ننساش بقى اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي ده حياتي وده شغلي. بحبكم في الله.